تعالوا خدكم معايا في تمرينة جلوتس اون فاير حرفيا. يعني انا قعدت بعدها 4 5 ايام، ما كنتش حاسه بالجلوتس رغم اني اوريدي بتمرن جلوتس على مدار الاسبوع مره او مرتين. بس التمرينه دي كانت اول مره اعملها. مش التمارين بس، تركيبه التمارين وشده التمرين كانت جديده عليا، فحرفيا دمرتني. وهنا كنت بسخن كارديو. التسخين الكارديو هو الحركات او الموفمنتس اللي بتخليكي تنهجي وضربات قلبك تزيد وجسمك يسخن، درجة حرارة جسمك تزيد كده. انتي بتسخني جسمك عن طريق تمارين الكارديو. بعد ما خلصتها طبعا انتي اختاري النوع اللي انتي بتحبيه. عايز تطلعي التريدميل، انا بحب الستep. اي نوع انتي بتحبيه اعمليه. اوكي، دلوقتي هعمل الدايناميك ستريتشز. والدايناميك ستريتشز دي ان انا بحرك المفاصل اللي انا هشغلها معايا في التمرين. فعشان انا هشتغل جلوتس، فايه اللي هيتحرك معايا؟ الركبة، الحوض، الانكل. هو ده اللي انا هسخنه. الدايناميك ستريتشز دي كل حركة فيهم ممكن تتعمل 10 عدات او 5 عدات مرتين، باجمالي 10 عدات برضو، بس اللي هو احنا بنقسمها 5 في 2. ومن ضمن التسخين هعمل الجوبلت سكوات، وده من اهم الموفمنتس في التسخين، لانه بيشغل الحوض، الركبة، وكمان الانكل. باقي التسخين واللي ناس كتير ما بتعملهوش هو اول مجموعة في اول تمرين بنشتغلها، مجموعة فاضية من غير اوزان او بوزن خفيف، حوالي من 20 ل40 50% من توتال الوزن اللي انا بشيله، او من اعلى وزن انا بشيله. وبشتغلها مجموعة كده عدات، مثلا 10 عدات، يعني عدات كتيرة شوية، ممكن توصل ل10 عدات من غير اي وزن خالص. دي كده اسمها مجموعة تسخين وما بتتحسبش. وممكن يبقوا مجموعتين، يعني انا هنا اصلا اشتغلت مجموعتين تسخين. عملت ايه؟ اول مجموعة كانت من غير وزن خالص، تاني مجموعة برضو كانوا 10 عدات بس بوزن متوسط بالنسبة لي، اللي هو مش تقيل، مش وزن فعال. ما جبتش العدة الأخيرة وأنا ميتة، لا، أنا مجرد بسخن. بعد كده أدخل المجاميع الفعلية بتاعتي واللي هي بوزن مؤثر. ايه هو بقى الوزن المؤثر؟ هو ان انا اكون عارفة اجيب العدات كاملة بتاعتي، تكنيك سليم، ولكن في اخر عدة او عدتين انا بكون خلاص حاسة اني قربت اجيب اخري. اجيب اخري دي يعني الفشل العضلي. هل انا عايزة اوصل للفشل العضلي؟ لا، انا مش عايزة اوصل للفشل العضلي، انا عايزة اوصل لقبل الفشل العضلي بعدة او 2 او 3. هو ده هدفي. ممكن في تمرين تاني ابقى عايزة اوصل للفشل العضلي عادي، بس انا هنا ما كنتش عايزة اوصل للفشل العضلي، كنت عايزة ابقى قبل الفشل بعدتين ل3 عدات. وهو ده اللي انا عملته. ليه بقى انا بدأت بالتمرين ده اللي هو بلجريان سكوات او سبليت سكوات ايا كان؟ عشان هو اصعب تمرين بالنسبة لي، اصعب تمرين بالنسبة لي، فبدأت بيه عشان اطلع فيه طاقتي كلها. التمارين اللي جاية كلها انا هي تمام بالنسبة لي، التكنيك نفسه معايا سليم ومش صعب ومش بتلخبط فيه ومش بيتعبني، فتمام. دايما انا بعمل كده، ببدأ التمرينة بتاعتي باصعب واتقل تمرين عليا، وده كان اتقل تمرين عليا. بعد كده دخلت الار دي ال او الرومانيان ديد ليفت، وبرضو عملت مجموعة تسخين. التمرين الاولاني كان بيشغل جلوتس وكوادز، او يعني الجلوتس والاماميات. التمرين ده بيشغل الخلفيات والجلوتس. وللأمان أنا عملت مجموعة تسخين، أنا بطمن جدا لما بعمل مجموعة تسخين قبل ما بشيل أي وزن تقيل. فدي كانت الورم اب سيت، مجموعة التسخين بتاعتي. وبعدها اشتغلت بالوزن الفعلي اللي بيحقق الشروط اللي قلتلكوا عليها. وبرضو ما كنتش عايزة أوصل للفشل العضلي، كنت بوصل لقبل الفشل العضلي ب3 4 عدات. نيجي للنينجا بتاع التمرينه. التمرين ده انا ما كنتش بدخله معايا قبل كده، دي اول مره ادخله معايا في التمرينه بتاعتي. كنت بعمله عادي من ضمن الكلاسز اللي كنت بعملها، كان بيدخل معايا في الموفمنتس بتاعت الكلاسز اللي كنت بعملها سواء ايروبكس او زومبا. بس اول مره ادخله معايا في تمرينه الحديد. حرفيا انا في وقت قصير انا شفت نتيجة التمرين ده فرق معايا ازاي. التمرين ده بيشغل جلوتس، خلفيات،
اماميات بيشغل كل ده. اهم حاجه انت بس تحطي المشبك ده اللي بيمسك الوزن عشان ما يقعش، عشان تبقي شغاله وانت مطمنه ان مفيش حادثه ممكن تحصل كده ولا كده، الوزن يقع كده او كده. وبدات كنت اصلا اوريدي عامله برضو مجموعه تسخين قبل ما اعمل المجموعه دي. الوزن اللي انا شايلاه خفيف، بس عشان التمرين ده مش سهل، وبالذات تحديدا بالبار مش سهل، لانه بيحتاج توازن ومرونة وتوافق وغير البريسنج اللي انت المفروض تكوني عاملاه في عضلات الكور، او اللي هو تكبيسة عضلات الكور عشان تديك التكنيك صح وفعال. التمرين كان صعب مش سهل، وعشان كده برضو عملت مجموعة تسخين قبل المجموعة دي من غير وزن خالص. وفنشت بمجاميع الفشل العضلي التام في تمرين الكيك باك على الكيبل. جبت فيه الفشل العضلي حرفيا، يعني كنت في اخر انا اشتغلته مجموعتين، في اخر كل مجموعة كنت حرفيا بوصل الفشل العضلي وانا مستحيل اعرف اعمل عدة كمان. وبس كده. طبعا عملت في الاخر ستاتيك ستاتشز، بس ما كنتش عارفة اصورها، فاعمليها وما تنسيها.